دلوقتي لو في اتنين مش مسلمين اتطلقوا وبعدين أسلموا، هل الطلاق ده يتحسب ولا حكم الشرع ايه؟ المسألة دي جميلة قوي على فكرة ومعاصرة. المسألة عارفة صورتها ازاي؟ ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا راجل مسلم، راجل غير مسلم، وامرأة غير مسلمة، كفار او مشركين. الراجل اسلم او هما الاتنين اسلموا، بس قبل ما يسلموا الراجل ده كان مطلق مراته طلقة او طلقتين، وجي بعد كده اسلم او هما الاتنين اسلموا. هل لما يجي يدخلوا في الاسلام او هو لما يدخل في الاسلام، هل يتحسب طلقة او اتنين اللي طلقهم قبل ما يدخل في الاسلام، ولا هيبتدي من جديد؟ المسألة دي فيها قولين لأهل العلم. قول جماهير أهل العلم قالوا إن الطلاق يقع. قال لك ليه؟ قال لك لأن كان الكفار والمشركين بيتزوجوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بيتزوجوا وكانوا بيطلقوا، وكانت أمورهم ماشية عادي، ما كانش فيه مشكلة، وما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بينكر. ده الدليل الأول. الدليل الثاني، قال لك لأن الكفار والمشركين مخاطبين بفروع الشريعة. يعني إيه؟ لحظة واحدة. يعني اليهودي والنصراني والناس اللي هم غير اللي هم ما لهمش ملة مخاطبون اصلا ان هم يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا حتى ولو هم ما بيعملوهاش. معقوله الكلام ده؟ قال لك ايوه. لان ربنا في سوره المدثر بيقول ايه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. وربنا هنا بيتكلم عن الكفار والمشركين، فربنا بيعذبهم هنا يوم القيامه على الكفر والشرك، وكمان بيعذبهم على الحاجات اللي احنا ذكرناها في سوره المدثر دي. القول الثاني قال لهم لا، وده قول مين بقى؟ الامام مالك وداود الظاهري اللي هو صاحب المذهب الظاهري، وابن حزم رحمه الله تعالى، والحسن البصري، والامام ربيعه، وقتاده، قالوا لا، ان الطلاق ما يقعش. وانا مع القول ده. طب ليه؟ عشان هم كتير؟ لا، طب ما القول الاول قول الجماهير، بس بالدليل. ايه دليلكم؟ قالوا لان الله عز وجل قال في سوره الانفال: كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. خلاص بقى، لو هينتهوا ويدخلوا في الاسلام ربنا يغفر لهم اللي قبل كده. وسيدنا عمرو بن العاص لما جه اسلم مع سيدنا خالد بن الوليد، ايه اللي حصل؟ قال يا رسول الله اشترط. قال وما تشترط يا عمرو؟ قال ان يغفر الله لي ما فعلته قبل الاسلام. فقال له النبي: يا عمرو، الا تعلم ان الاسلام يجب ما قبله، وفي روايه يهدم ما قبله؟ يبقى اكنك لما بتدخل في الاسلام بتتولد من جديد. الحاجه الثالثه اللي قالوها ايه؟ قالوا كمان كان الزواج كان بيقع على عهد النبي من الكفار والمشركين، وكان المشركين بيجوا يدخلوا في الاسلام، وما كانش النبي عليه الصلاه والسلام بيسالهم انتوا طلقتم كم تطليقه قبل الاسلام، فكان بيتركهم. ومعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام سكت، فسكوت النبي عفو. وقد قال رسول الله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذه من الأشياء التي سكتت عنها